طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. الرئيس الصومالي يختتم زيارته للبلاد. اختتام مهرجان الإريتريين في جدة. نفير حصاد في الإقليم الأوسط. مصر 12 شخصا إثر تحطم ناقلة وقود وانفجارها بوسط نيجيريا. بايدن يؤكد في قمة الآسيان على التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم. تحذير أوروبي من أشهر صعبة وركود اقتصادي سيضرب دول الاتحاد. أهلا بكم. قام رئيس جمهورية الصومال الفيدرالي حسن شيخ محمود والوفد المرافق له والذي يضم وزير الخارجية أبشر عمر جمعة بزيارة إقليم شمال البحر الأحمر اليوم رفقة الرئيس سياس أفورقي وقادر البلاد بعد ظهر اليوم مختتما زيارته لإريتريا. وزار والتقى الرئيس الصومالي خلال زيارته للبلاد أعضاء القوات البحرية والقوات الخاصة الصومالية الذين يتلقون تدريب في الخرائط الجغرافية والمعلومات. ويتلقى أعضاء القوات البحرية الصومالية في مركز القوات البحرية الإريترية التدريب العالي في العمليات البحرية والكوماندو البحرية والقدس العميق وحراسة المنطقة البحرية وخدمات الدعم البحري المختلفة. كما يتلقى أعضاء القوات الخاصة تدريبا نوعيا، حيث ينتظر من المتدربين في الخرائط الجغرافية والمعلومات القيام بجهد للمساهمة الكبيرة في بناء القوات الصومالية. وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الكلمة التي ألقاها في اللقاء عن ثقته فيهم لتأكيدهم الاستعداد لخدمة وطنه وتقديم التضحيات، وأكد على أهمية اكتساب المهنة الجيدة مع التفاني، مناشدا إياهم المتابعة المهتمة للتدريب المقدم له بأنواعه. وأوضح أن شعب وحكومة الصومال ينتظران الكثير من المتدربين، وأن الزيارة أثبتت له أن بناء القوات الوطنية الصومالية تسير على أرضية جيدة. بعد ذلك غادر الرئيس الصومالي مطار مصوع الدولي بعد ظهر اليوم متوجها إلى بلاده مختتما زيارته لإريتريا التي جاءت بدعوة من الرئيس السياس أفورقي. حضر مراسيم الوداع الرئيس السياس أفورقي ووزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبرآب وقائد القوات الجوية اللواء تخلها السلوس وقائد القوات البحرية اللواء حمد كاري كاري وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها. اختتم يوم أمس الجمعة مهرجان الإريتريين في مدينة جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية الذي افتتح يوم 9 من نوفمبر. واشتمل المهرجان على فعاليات ثقافية وعروض للأشغال التراثية والأزياء والرقصات الفلكلورية التي أعدها طلاب المدرسة العالمية التابعة للجالية الإريترية وبرامج ترفيهية ورياضية، وسيمينار عقد يوم أمس عن الأوضاع في البلاد والتطورات الإقليمية. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق في السيمينار الذي عقده العدائيات التي واجهت الشعب الإريتري في السنوات الثمانين الماضية وأهدافها وصمود وتصدي الشعب الإريتري المتفاني لإفشالها، وقال يجب الحفاظ على القيم التي أوصلتنا إلى الانتصار بالنضال والتضحيات ونقلها إلى الأجيال. وحول دور إريتريا في سلام واستقرار المنطقة أوضح السيد يوسف سائق أن الحكومة الإريترية وبهدف تحقيق هذه الغاية ظلت ولا تزال تعمل مع دول المنطقة عامة ودول الجوار خاصة، داعيا الإريتريين في المهجر لتوضيد صفوفهم وتمتين وحدتهم وتعزيز المساهمة كعهدهم دوما. واختتم المهرجان بحفل فني أقامته الفرقة الفنية التي توجهت من إريتريا. وأعرب المشاركون في المهرجان عن سعادتهم لنجاح المهرجان مؤكدين الاستعداد للارتقاء بالتصدي والمساهمة. وكان المهرجان السنوي للإريتريين في الرياض قد التهم يومي 3 و4 من نوفمبر.
قام أكثر من 700 من عمال وزارة الزراعة والعدل والسياحة ومؤسسات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بنفير يوم 11 من نوفمبر لحصاد مزارع الشهداء والمرابطين في مديرية بريخ. جرى الحصاد في قرى عبد كريستيان وعبد يعقوب. وذكر المشاركون بأن مساعدة المحتاجين من شيم الشعب الإريتري. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد ماجور منقستاب حصاد مزارع 50 أسرة محتاجة بالنفير. أوضح مستخدمو مستشفى جندع الإقليمية أن المعدات الحديثة في المستشفى ساعدت لتقديم خدمات جيدة. وذكر المواطنون توجههم في السابق إلى أسمرة للحصول على خدمات العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والتي يحصلون عليها حاليا في مستشفى جندع. وذكر المدير الطبي للمستشفى الدكتور ساميل ولا جبريل أن سد احتياجات المعدات الطبية الحديثة ساهم في سرعة العمل وجودة الخدمات. واكتمل الحل بتوظيف خبراء الجراحة والتخدير. وأشار المدير الإداري والمالي في المستشفى السيد كستيك حسي إلى أن صيانة البنى التحتية كان لها دور في الخدمات عامة، مناديا لمواصلة أنشطة نفير النظافة التي تجرى في المستشفى. يضم مستشفى جندع الإقليمية المرجعي 108 غرف للتشخيص والرقاد والإدارة والأنشطة الخدمية الأخرى. سلم مواطنان مهتمان وسائق تعود ل50 سنة عن أنشطة المنظمات الجماهيرية في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في شمال أمريكا إلى مركز البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وأوضح المواطن يماني فقادو المقيم في سياتل في مراسيم التسليم في 11 من نوفمبر أن الوثائق الورقية والفيديو تضم 900 فايل سعة أكثر من 2.4 تيرا بايت. وأنشطة وتشمل أنشطة المنظمات الجماهيرية والمقابلات التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام عن إريتريا في فترة الكفاح المسلح وبعد الاستقلال. كما قدم السيد أبراهام يوهانس الذي كان مقيما في شمال أمريكا ويعمل حاليا مدرسا في كلية الهندسة والتقانة في ماينفح وسائق تضم 144 شريط فيديو ومنشورات وكتيبات ورسائل ومحتوى السيمينارات والمهرجانات والمؤتمرات من الفترة من العام 1971 وحتى العام 2003. وأوضح مسؤول الاستكشاف والتنقيح في مركز البحوث والتوثيق السيد يوسف إدريس لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أهمية الوثائق المقدمة، وشكر المواطنين المهتمين داعين الآخرين لحزوهم. وأعرب المواطنان يمان فقادو والأستاذ أبراهام يوهانس عن ارتياحهم لتسليم الوثائق التي حافظوا عليها باهتمام إلى المركز لتسخيرها للخدمة العامة. عقد مركز الشرطة الخامس في شرطة الإقليم الأوسط سيمينارا لطلاب مدرسة فلقهيوت في أسمرة يوم 11 من نوفمبر حول القانون ومكافحة الجريمة. وأوضح مسؤول المركز النقيب بيان رؤوسهم في السيمينار أهمية ابتعاد الطلاب من العادات السيئة والاهتمام بالتعليم والامتثال لنصائح الآباء والمعلمين. وشرح القيم السمحة والأخطاء التي يرتكبها الطلاب ومكافحة الجريمة والمخالفات القانونية. وقال أن قيام الكثير من الطلاب تسليم الأموال التي عثروا عليها في الشوارع إلى الشرطة عمل يفتخر به. وذكر مدير المدرسة الأستاذ كبرام ولو أهمية السيمينار مناديا للدفع بأنشطة التعريف بالقانون وتوجيه الطلاب وتصحيح الأعمال السيئة. ودعا الطلاب لمواصلة مثل هذه المحاضرات الهامة. وكانت سيمينارات مماثلة قد عقدت لطلاب مدرستي ناس النت وسنبل المتوسطة والثانوية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع 12 شخصا على الأقل إثر تحطم ناقلة وقود
وانفجاره على طريق رئيسي في ولاية كواجب وسط نيجيريا. ونقل شبكة IBC نيوز الأمريكية عن متحدث باسم الشرطة قوله أن مكابح الناقلة تعطلت بينما كانت تسير على طريق رئيسي بولاية كواجي، مما تسبب في اصطدامها بسيارة واندلاع النيران فيها لتسحق بعد ذلك عددا من السيارات، وتتسبب في مصرع 12 شخصا جميعهم احترقوا حتى الموت. إشار إلى أن حوادث الطرق شائعة للحدوث في نيجيريا بسبب الحمولة الزائدة والتردي حالة الطرق والسرعة الزائدة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم $850 مليون لدعم الروابط الأمريكية مع الدول الآسيان، قائلا أن يشهد عصرا جديدا من التعاون مع الآسيان. وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام قمة الآسيان، وذلك في إطار محادثات بين رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا وعدد من زعماء العالم. ومن المقرر أن يعقد بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني بالنيز محادثات منفصلة مع رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا، في حين تحاول المنطقة التغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوى الغربية. والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كيتشانغ ورئيس كوريا الجنوبية سونغ يول بزعماء الآسيان أمس الجمعة. وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن بايدن سيركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويتحدث عن التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي في مناقشاته. أطلق الاتحاد الأوروبي تحذيرا من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال فترة الشتاء، في وقت رفعت بروكسل من توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022-2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وجراء الحرب في أوكرانيا ترزح أوروبا تحت وطأة الهزات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وسددت ضربات للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة. وقالت المفوضية الأوروبية أن ازدياد طبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع أن يدخل منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من العام 2022. كما توقعت بروكسل بأن أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد سيكون الأسوأ على مستوى التكتل، حيث يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0.6% العام المقبل. أطلقت الصين قمرا صناعيا بيئيا جديدا، وذلك في مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانجي بشمال البلاد. وتم إرسال القمر الصناعي يونغهاي 3 على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل لونغ مارش 6. ودخل القمر الصناعي المدار المحدد مسبقا، حيث سيتم استخدامه لأغراض مسح الغلاف الجوي والبيئات البحرية ومسوح البيئات الفضائية والوقاية من الكوارث والحد منها والتجارب العلمية. وتعتبر هذه المهمة رقم 448 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. كما أطلقت الصين مركبة الشحن الفضائية تانشو 5 لتوصيل الإمدادات لمحطة الفضاء، التي يتوقع اكتمال بنائها بحلول نهاية العام الحالي وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية. تذكير بأهم العناوين. الرئيس الصومالي يختتم زيارته للبلاد.
اختتام مهرجان الإريتريين في جدة. نفير حصاد في الإقليم الأوسط. مصر 12 شخصا إثر تحطم ناقلة وقود وانفجارها بوسط نيجيريا. بايدن يؤكد في قمة الآسيان على التزام الولايات المتحدة بنظام دولي قائم. تحذير أوروبي من أشهر صعبة وركود اقتصادي سيضرب دول الاتحاد. وصلنا إلى نهاية النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.